الحياة كما تدين تدان. في وحدة بتقول أنا ساكنة جنب بيت حماي، وجوزي وضعه وسط يعني مستورين والحمد لله. وجوزي كل ما جاب لنا خضرة بيتذكر أهله بشوية خضرة بفواكه. وحماتي على طول بتدعي له، بتقول له الله يوفقك ويوفق أولادك. وجوزي همه بس رضا أمه، ودايما بضل يقول لي إذا أمي مو رضيانة علي أنا ما بتوفق بحياتي. وبيوم من الأيام إجت لعندي رفيقتي اللي صار لي زمان ما شفتها، ونحن بالقعدة طلبت من ابني ينزل يجيب لها باكيت دخان. وقلت لها أنا تكرم عينك بس لا يوصل أغراض بيت حماي وبيرجع. سألتني أغراض شو؟ قلت لها أنا جوزي كل ما بيروح على سوق الخضرة بجيب أغراض لأهله، وأوقات جوزي بوصلهم وأوقات ببعتهم مع ابني. فقالت لي ليش؟ شو الله جابركم بأهله؟ يعني إذا وضعكم على قده وجوزك عم يبعزق بالمصاري على أهله وأولاده أولى فيهم. قلت لها أنا والله ما بتدخل ولا بحياتي سألته ليش عم تاخذ أغراض لأهلك. قالت لي لأنك هبلة وعلى نياتك الحق عليكي. والله أنا ما بخلي جوزي يعمل هيك، أنا أخذته مشان يصرف علي مو على أهله. قلت لها إيه شوية خضرة وفواكه ما راح يكسرونا. قالت لي إيه لا حبيبتي بيكسروا، ألف من هون وألفين من هنيك، احسبيها قديش بيصرف جوزك عليهم مصاري. يعني إذا كل يوم 3000 حوالي 90,000 في الشهر، يعني حوالي 1,000,000 ليرة بالسنة. حبيبتي هدول بيجيبوا لك خاتم ذهب. قلت لها أنت عم تحكي هيك وجوزك معه مصاري والله رازقه. قالت لي إيه معه مصاري لأنه أنا ما بخليه بعزق مصرياته وين من كان. هون أنا صفنت وفكرت بحكيها، حسيت كلامها مزبوط وإنه هالمصاري اللي عم يعطيها لأهله أنا وأولادي أحق فيها. وبعد شوي رنجرس الباب وإجا ابني وسلم على رفيقتي. قلت له لابني الله يعطيك العافية شكلك تعبان. قال لي إيه والله يا ماما لأنه طلعت جرة الغاز لستي. وقال لي بتعرفي يا ماما منيح اللي بيت ستي قريب علينا، قررت بس اتجوز اخذ لك بيت جنبي. رفيقتي قالت له كل هالقد بتحب امك؟ قام قال لها ابني هي اكيد بحبها بس مشان بكره اذا جبت خضره وفواكه لامي ولادي ما يتعبوا وهن رايحين جايين لعندها، ومشان اذا اعتازت شيء او بدها شيء يكون البيت قريب ودغري يجيب لها اياه. طلعت برفيقتي وحسيت وشها صار اشكال والوان وما عاد حكت ولا كلمه لانه جاه الرد القاتل من ابني. وقلت لها لرفيقتي شفتي ليش انا ساكته؟ لانه ما بضيع عند ربنا شيء، والشيء اللي بنعمله رح يردوا لنا اياه اولادنا، ويلي ما في خير لامه ما في خير لاي انسان. والواحد يعمل خير ويكب البحر، إذا ما بيبين بني آدم عند ربك العوض والجبر. في كتير أولاد بس يتجوزوا بينسوا أهاليهم مع الأسف، يعني بزال الواحد الله عاطيه ليش ما يساعد أهله؟ بيقول الزوجة هي اللي بتأسي وهي اللي بتحنن، وأنا بقول السيف من السياف. شو رأيكم أنتم صبايا، في منه الحكي ولا لا؟